صراخ نص الليل. من زمان وأنا عندي هوس بالحاجات القديمة، الأنتيكات اللي ليها تاريخ مخفي ورا الغبار اللي عليها. مفيش مرة بعدي فيها قدام محل أنتيكات إلا ولازم أدخل أشوفها، وأدخل أشوف إيه الحاجات الغريبة اللي عندهم. كنت ماشي في يوم في شارع من شوارع وسط البلد. اليوم ده كان فيه مطرة خفيفة شوية، الجو كان كئيب، يوم شتوي. دخلت محل أنتيكات ما كنتش شفته قبل كده، رغم إني بعدي من الشارع ده كل يوم وحافظه زي كف إيدي. دخلت المكان، ريحته قديمة جدا. عارفين الريحة اللي هي بنقول عليها ريحة معتقة. كنت بتمشى وسط الحاجات الغريبة، لفتت انتباهي عروسة لعبة قديمة محطوطة على رف لوحدها. العروسة دي كان شكلها ملفت للنظر، مصنوعة من البورسلين، لون البشرة بتاعتها وهي مدهونة بشكل مخلي شكلها شاحب، وعينيها كانت إزاز لونهم أسود. لبسها كان مهترئ، يعني واضح إن هي قديمة، بس واضح إن هي عروسة فخمة. أول ما مديت إيدي ولمستها لقيت راجل عجوز صاحب المحل بصلي بنظرة غريبة وقال لي بصوت هادي: مش أي حاجة قديمة تشتريها يا أستاذ تاخدها معاك البيت. ضحكت على كلام الراجل العجوز. إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ في الأول وفي الآخر دي مجرد عروسة، مهما كان شكلها مش هتفرق. سألته عن سعرها لكن سكت لحظة، بعدين قال لي: مش مهم الفلوس، المهم إنك تعرف أنت بتاخد إيه معاك. صراحة الكلام كان غريب بس ما اهتمتش. خدت العروسة وخرجت من المحل، وعادي اتمشيت شوية. مشيت على البيت وأنا مش عارف أنا مبسوط ولا خايف كلام الراجل ده. أول ما دخلت البيت حطيت العروسة على رف جنب السرير. صراحة كنت تعبان ونمت بسرعة، لكن في نص الليل صحيت على حاجة مش طبيعية. كان في ضحكة خفيفة جاية من جنب السرير. فتحت عيني بسرعة، قلبي كان بيدق بسرعة مش طبيعية. بصيت ناحية الرف بس العروسة مكانها، بس عينيها كانت مقلوبة ناحيتي. أنا متأكد كنت حاططها على الرف ووشها كان للحيطة، مش ليه. يمكن مش عارف الهوا حركها، مش عارف. قمت من على السرير وقلت كل خطوة كنت عمال بكدب نفسي. مسكت العروسة، مجرد ما لمستها لقيت حاجة بتتحرك في الضلمة. فتحت النور بسرعة، مكانش فيه أي حاجة، بس كان فيه صوت تاني كأن حد بيهمس باسمي. اتجمدت مكاني، مفيش حد في البيت غيري. بصيت تاني ناحية الرف، العروسة مش هناك. بس ازاي؟ أنا متأكد إني كنت شايفها من شوية. فجأة لقيتها على المكتب. طب ازاي اتنقلت هناك لوحدها؟ اديت ايدي وحذر
مسكتها كانت باردة بطريقة مش طبيعية، كأنها قطعة تلج. قررت إن خلاص أنا هرميها من هنا. لكن فجأة صوت الهمهمة ده جه تاني، بس المرة دي كان أوضح، قريب جدا. بصيت ورايا مرة تانية بس ملقتش حد. لكن في حاجة تانية لفتت انتباهي، المراية اللي في الأوضة. المراية اللي في الأوضة كان لونها أسود، أسود بشكل مش طبيعي حتى لما نورت النور. أنا وقفت مكاني مش عارف أعمل إيه. بص على العروسة لقيتها بتبصلي تاني. رحت جاي رميها في الأرض وخدت حاجتي ونزلت. وأنا نازل على السلم برضه سامع صوت عمال ينادي باسمي. قبل ما أوصل لحد باب البيت تحت افتكرت نسيت كل حاجة فوق. طلعت تاني وأنا خايف أفتح الباب. فتحت الباب، دخلت جوه. العروسة ملهاش أي أصل. بص ورايا لقيتها قدامي. عينيها اللي كان لونها أسود بقى لونها أحمر غامق. لقيتها مرة واحدة بتبتسم ابتسامة مش طبيعية خالص. الصوت جه منها والعروسة اتكلمت. قالت لي مكاني هنا مش هنا. أنا صرخت ورميت العروسة بأقوى حاجة عندي يمكن تتكسر. لكن بمجرد ما رميتها البيت كله ضلت فجأة. في صوت ضحك حوالين الأوضة، ضحكات أطفال لكن مش طبيعية، مش بشرية. نزلت جريت من البيت للمرة التانية وأنا بصرخ بكل قوتي. رحت على المحل اللي اشتريته منها. المحل مش موجود. يعني ايه؟ يعني انا اشتريت حاجة من جن ولا عملت ايه؟ روحت البيت تاني حاولت اتخلص منها. كل مرة كنت ارميها كانت بترجع لي تاني، لحد ما في يوم وانا ماشي من نفس المكان تاني لقيت المحل ده موجود، الراجل فاتح. دخلت له قلت له انا اللي اشتريت منك العروسة، فاكرني؟ الراجل انكر كل حاجة، قال لي انا اول مرة اشوفك هنا. بس المفاجأة لقيت نفس العروسة على الرف مرة تانية. أنا اسمي وليد، شغال ممرض في مستشفى تعليمي كبير. تعودت على النبطشيات الطويلة، الحالات الطارئة، صوت الأجهزة اللي مش بيسمع. لكن اللي حصل معايا يوم الجمعة كان أغرب من أي نبطشية عدت عليا. جالي اتصال من قسم الطوارئ الساعة 2:30 بالظبط بعد نص الليل. قالوا لي إن في دكتور جديد وصل اسمه دكتور نادر وهيستلم حالات الطوارئ مؤقتا لحد ما دكتور خالد ما يرجع. أنا استغربت لأننا أصلا كنا مأمنين الجدول إن دكتور خالد هو اللي هيكون موجود، وغريبة إنه ما يجيش. بعدين مفيش أي دكتور المفروض يجي الساعة دي. بس نزلت له، كان واقف عند مكتب الاستقبال. لقيته دكتور طويل جسمه نحيف بشكل غريب، لابس بالطو أبيض نضيف كأنه لسه طالع من الغسيل.
بس اللي شدني أكتر كان وشه كان ما بيتحركش. قلت له حضرتك دكتور نادر؟ ما ردش، فضل واقف ساكت وعينيه ثابتة عليا كأنه بيراقبني. كررت السؤال تاني، قلت له حضرتك دكتور نادر اللي هيكون مسؤول عن الطوارئ؟ بس المرة دي رفع ايده وشاور لي ناحية أوضة الطوارئ. لقيت مرة واحدة الصوت عالي في أوضة الطوارئ بشكل كبير. جريت بسرعة على هناك، لقيت الممرضة بتقول لي المريضة اللي في أوضة رقم 3 قلبها وقف. دخلت أجري على هناك، بس غريب إني لقيت دكتور نادر واقف عندها. إزاي سبقني؟ أنا لسه سايبه ورايا بثواني. قربت عشان أشوف نبضها، بس أول ما لمست إيديها حسيت بحرارة غريبة خارجة منها، كأنها فحمة مولعة. بصيت للوش، كانت مفتحة عينيها بس مش بتبصلي، دي بتبص ورايا. لفيت ما لقيتش حد. رجعت بصيت للدكتور تاني لكن ما لقيتهوش. خرجت من الأوضة وأنا قلبي بيدق كأنه هينفجر من مكانه. فضلت ألف في كل الممرات، في كل الأوض بدور عليه، لكن ملوش أي أثر. دخلت أوضة المراقبة، كنت أشوف في الكاميرات. طلبت من الفني يرجع التسجيل، بس أول حاجة غريبة حصلت إن الكاميرا بتاعت أوضة 3 اللي كان فيها الست اللي قلبها واقف فيها تشويش، مفيش أي تسجيل من ساعة ما دخلت. سألت الفني هو في كاميرات في الريسبشن، ورجع الفيديو لوقت ما قابلت دكتور نادر. بس الصدمة إن مفيش حد ظاهر في الكاميرا خالص. أنا كنت بتكلم مع مين؟ رجعت للطوارئ وأنا بحاول أهدي نفسي، لقيت دكتور خالد رئيس القسم اللي هو كان المفروض موجود ومسؤول عن الطوارئ. بقول له هو فين دكتور نادر؟ قال لي دكتور نادر مين؟ مفيش حد بالاسم ده عندنا. قلت له لا أنا شفته دكتور نادر. فجأة وشه بقى شاحب، سكت لحظة وقال لي انت بتقول ايه؟ دكتور نادر اتوفى من 3 سنين. كنتش مصدق. يعني ايه الدكتور اللي كنت بكلمه واقف قدامي ميت؟ بس الدكتور خالد أكد لي وقال لي نادر مات في أوضة رقم 3 بعد ما انهار فجأة، ووشه كان بنفس الجمود اللي انت وصفته. حسيت ان الدنيا بدأت تضيق، حسيت ان انا بتخنق. رحت جمعت حاجاتي وقررت ان دي اخر نبطشية ليا. بس قبل ما اخرج جات لي حالة جديدة، حالة طوارئ جاية من حادثة. قربت منه وشيك على ضغطه، فتح عينيه بالعافية وقال لي دكتور نادر كان معانا في العربية، هو اللي قلبنا بالعربية. وسكت ونبض وقف. جريت انده دكتور خالد مرة تانية، بس قبل ما يجي حسيت ببرودة غريبة ورايا. لفيت لقيت دكتور نادر في وشي، بس المرة دي كان بيبتسم لي ابتسامة مرعبة. وقال لي اسأل عليا ليه؟
أنا اسمي مروان، طالب في كلية إعلام في سنة تانية. قصتي بدأت لما كنت رايح أقضي أسبوع في بيت جدي في الريف، في قرية صغيرة كده، نقدر نقول من القرى الفقيرة هناك. كنت فاكرها هتكون فرصة أريح فيها دماغي شوية من زحمة القاهرة، لكن اللي حصل لي ما كانش راحة، ده كان كابوس. أول يوم لما رحت طبعا قابلت خالي هناك، رحب بيا وفتح لي بيت جدي، قعدت فيه، ظبطت هدومي وحاجتي وقعدت. بصراحة راحة بال، أي حد هيكون عايش في الأرياف هيفهم قصدي. أول يوم وأنا نايم سمعت صوت بيهمس باسمي، كان ناعم وهادي لكن مش مريح. قمت مفزوع، فتحت الشباك. الشارع كان ضلمة، ضلمة جدا، بس كان في صوت حد بينده عليا، بيقول لي تعالى يا مروان. حاولت أقنع نفسي إن ده حلم أو يمكن صوت هوا داخل من الشباك، ما حطيتش في دماغي الصراحة. بس في الليلة التانية حصلت حاجة خلتني أتأكد إن الصوت ده حقيقي. كنت قاعد ماسك الموبايل على السرير وعادي فاتح فيسبوك وبقلب، لقيت مرة واحدة نفس الصوت بيتكرر تاني، بس المرة دي حسيته بجد، نادى عليا صوت جميل لكن مرعب، بيقول لي تعالى يا مروان. بصراحة قمت مبسوط من مكاني، قلت لأ مش هينفع أسكت. نزلت لخالي تحت وحكيت له اللي حصل، قال لي بصوت واطي أنت شفت حاجة؟ ضحكت أو حاولت أضحك يعني، قلت له لأ حاجة إيه، أنا بس سمعت الصوت مش أكتر. قال لي تمام، ولا كأنك سمعت حاجة، عادي ممكن تلاقي عيل ولا حاجة من العيال بينده عليك بيهزر يعني. طبعا كلام مش منطقي، عيل صغير بالصوت ده، حسيته بيضحك عليا. طلعت تاني البيت وقعدت، بصراحة ما سمعتش الصوت تاني. نمت، وأنا في نص نومي حسيت الصوت قرب أوي، لقيته بينده عليا تاني، بيقول لي مروان يا مروان. حسيت الصوت المرة دي كان قريب، قريب جدا. حسيت إن هو في ظهر البيت. طلعت بصيت من الشباك، مش شايف حاجة، مش شايف إلا الترعة. مش عارف الصوت جاي منين. فتحت باب الشقة، نزلت، بص حوالي، مفيش أي حاجة، الدنيا ضلمة، مفيش غير صوت المية في الترعة. وفجأة وأنا واقف شفتها، شفت واحدة واقفة في المية، شعرها مغطي وشها، بتبصلي من تحت الشعر. رجلي اتجمدت، كانت بتضحك ضحكة ميتة ملهاش روح. حسيت إن أنا متجمد في مكان، يا ريت
جريت بسرعة، جريت بأقصى سرعة عندي، لكن المشكلة حسيت إني تايه، مش عارف أنا رايح فين. كل ما أجري كان صوتها بيقرب مني، كان صوتها عمال يقول لي ما تجريش يا مروان. قريت قرآن وأنا بجري، حاولت أعمل أي حاجة تساعدني. لقيت نفسي قدام بيتنا مرة تانية، ناديت على خالي، خبطت لحد ما نزل فتح لي. قلت له كان عندك حق. قلت له أنا شفتها يا خالي. خدني ودخلنا البيت. بيحكي شفت ايه بالظبط. قلت له واحدة واقفة في نص الترعة، كانت بتنده عليا، شعرها مغطي وشها كله. قال لي انا مش قلتلك ما تنزلش؟ ايه اللي نزلك بس؟ وحكى لي قصة الندهة. قال لي زمان كان في واحدة اسمها أمل كانت جميلة، كانت أجمل واحدة في القرية كلها. في يوم من الأيام سمعنا حد بيصوت ناحية الترعة. كانت أمل كانت بتغرق، ورغم إن أكتر من حد حاول إنه ينقذها، قبل ما تغرق بصت لكل اللي كانوا واقفين قدامها وقالت لهم مش مسامحاكم، وغرقت أمل. ومن يوميها الناس بدأوا كل يوم يسمعوا صوتها بتنده على يروح لها ويتغرقوا معاها في الترعة. عشان كده قلتلك مهما نادت عليك ما تروحلهوش. قلتله ده تخريف، ازاي في حاجة زي كده؟ قال لي اديك شفت وسمعت، حابب تجرب جرب، بس انا حذرتك يا ابني. عدت الليلة انا مش مصدق حاجة، انا قاعد خايف ومش بتكلم. قلت لا خلاص، انا لازم ارجع القاهرة تاني. حجزت قطر وقلت هي اخر ليلة هباتها بكرة، ويا ريتني ما حجزت قطر، ويا ريتني ما بت ليلة كمان. المرة التالتة وانا نايم اسمع صوتها تنده برضه باسمي، بس المرة دي الصوت كان قريب أوي، قريب مني أوي، كأنها بتهمس في وداني. صحيت ببص حواليا، ملقتش حاجة، لكن أول ما فتحت الدولاب لقيتها في وشي. بصيت بتضحك نفس الضحكة المرعبة. سمرت مكاني. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مين وعايزة ايه؟ قعدت اقرا قرآن في سري، قفلت الدولاب تاني وجريت على خالي تحت. قلت له انا ما نزلتش، والله ما نزلت لها المرة دي، ده انا لقيتها في الدولاب. قال لي ما انت ما سمعتش كلام ورحت لها لما ناديتها. قلت له طب واللي عمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ قال لي الشيخ منتصر الله يرحمه كان عامل شريط فيه رؤية شرعية، أول ما تحس إن في حاجة جنبك شغله، وربنا هو الحارس يا ابني. خدت منه الشريط، طلعت لميت هدومي ورحت قبل ميعاد القطر بساعة.
فضلت مستني القطر وركبت القطر، وحمدت ربنا اني مشيت. بس وانا في القطر كان بيعدي على أراضي زراعية كتير، وفجأة شفتها تاني كأنها بتجري جنب القطر بالظبط، نفس الشكل ونفس الضحكة المرعبة. المرة دي سمعتها وهي بتنادي: تعالى يا مروان، تعالى. طلعت الشريط وشغلته. صوت الشيخ منتصر كان بيقرا قرآن، بيقرا الرؤيا الشرعية. بصيت عليها تاني، لقيت كأن في دخان في الهواء، دخان كثيف. فجأة النور كله قطع في القطر، لقيتها اختفت. رجعت القاهرة تاني، بس بقيت قبل ما انام كل يوم احط الشريط جنبي واشغله، لانها لسه بتنده اسمي. تعالى يا مروان، تعالى. انا يوسف، انا عندي 38 سنة، شغال سواق تاكسي بقالي حوالي 8 سنين. مش هقول لكم بقى ما كنتش بصدق في الاشباح والجن، لا لا لا. الجن مذكور في القرآن وعارفين ان هو موجود، بس عمري ما كنت اتصور ان ممكن حاجة تحصل لي بسببه. ياما سمعت قصص عن النداهة، العفاريت اللي بتطلع بالليل، بس عمري ما كنت بصدق فيها. مع عفريت الا بني ادم زي ما بنقول. كنت شغال في وردية بالليل، الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل، ومعدي في طريق مش هقول لكم اول مرة اعدي منه، يعني عديت منه كتير قبل كده، بس المعروف عنه انه طريق على اطراف المدينة، نادرا ما بيبقى فيه عربيات او فيه ناس. بس الغريب اني لمحت حد واقف عند عمود نور مكسور. لما قربت منها لقيتها بنت لابسة فستان أبيض طويل، شعرها نازل على وشها. رفعت ايديها عشان أقف، وقفت لها، قلت يمكن تايهة. وقفت العربية جنبها، فتحت الباب وركبت في الكرسي اللي ورا من غير ما تنطق كلمة. كالعادة سألتها رايحة فين؟ ما ردتش. بصيت في المراية، الكرسي كان فاضي. ضغطت على الفرامل فجأة وقلبي كان هينط من صدري. بصيت بسرعة ورايا، لكن الكرسي كان لسه فاضي. مستحيل، أنا شفتها وهي راكبة. ايدي كانت بتترعش، مش مصدق اللي حصل. بلف وشي وابص قدامي، لقيتها قاعدة جنبي. وشها كان شاحب، عينيها سودة بالكامل، كأنها جلد على عظم. بصيت لي وقالت لي بصوت بارد: كمل سواقة، عايزة أوصل. جمدت في مكاني، جسمي كان بارد زي التلج. عقلي بيصرخ بيقول لي أوقف، بس إيديا كانت بتتحرك الدركسيون لوحدها.
كأنها مش طوع أمري. العربية كانت ماشية في طريق أنا نفسي مش عارفه، طريق ضلمة مفيش فيه أي حد ماشي. فعلا العربية كانت ماشية لوحدها، مش قادر أوقفها، هدوس فرامل مفيش أي استجابة. حاولت ألف الدركسيون أكتر من مرة، الدركسيون بيتحرك لوحده كأن في حد غير اللي بيسوق. الصوت البارد اللي طلع من البنت خلاني أحس إحساس غريب، كأن مخي وقف. بصيت قدامي لقيت نفسي واقف قدام مقابر قديمة، مكان ضلمة مفيش أي حد حوالينا. لقيت فجأة ببطء البنت فتحت الباب ونزلت، مشت بخطوات بطيئة ناحية مقبرة من المقابر. ولما وقفت عند القبر ده بصت لي بنظرة خلت الدم يتجمد في عروقي، وقالت لي وصلت، بس انت لسه ما مشيتش. فجأة حسيت بأبواب التاكسي بتتقفل لوحدها، كأن في إيدين خفية مسكاني وبتشدني جوه العربية. حاولت أصرخ بس الصوت ما طلعش، حاولت أفتح الباب لكنه كان مقفول بإحكام. العربية بدأت تتحرك لوحدها بسرعة جنونية. رجعت على الطريق مرة تانية، نفس الطريق، طريق ضلمة في ضباب بدأ يملى المكان. فجأة كل حاجة بقت سودة. لما فتحت عيني كنت لسه في التاكسي، بس المكان كان مختلف. طريق الضلمة اختفى، الضباب اللي كان حواليا بدأ يخف، لكن اللي شفته خلاني أحس برعب عمري ما حسيت بيه قبل كده. كنت في نفس المكان اللي شفت البنت فيه، قدام العمود، عمود النور المكسور. العربية كانت واقفة بالظبط زي ما كانت أول ما شفت البنت، كأن ولا في أي حاجة حصلت. قلبي كان بيدق بسرعة. خرجت من التاكسي بسرعة وفضلت ألف حوالين العربية، مفيش أي أثر للبنت ولا أي دليل على اللي حصل. كل حاجة كانت طبيعية، كأن كل ده كان مجرد كابوس. بس قبل ما أركب تاني أحاول أهدي نفسي، حسيت بحاجة باردة على كتفي كأن حد لمسني. التفت بسرعة واتفاجئت لقيتها هي تاني وبتقول لي هتوصلني تاني قريب. الساعة دلوقتي 3 الفجر. كل أصحابي اللي في المكتب روحوا، طبعا مفيش غير أنا نايت شيفت. نسيت أعرفكم أنا مروان، شغال في شركة كول سنتر زي ما بنقول عليها، في واحدة من الشركات الكبيرة. شغلي كله عبارة عن مكالمات مع ناس من كل حتة، لحد ما جت مكالمة مش قادر أنساها. بصراحة كان يوم مرهق، مكدبش عليكم. مستني اللحظة اللي أقفل فيها الكمبيوتر وأمشي. فجأة التليفون رن، بصيت على الشاشة بس كانت مكالمة من رقم غريب، رقم عبارة عن أصفار بس. استغربت ورديت بصوت الرسمي: مساء الخير، معاك خدمة عملاء، ازاي اقدر اساعدك النهاردة؟ في الاول كان في صمت تام، بعدين سمعت صوت ضعيف كأنه جاي من تحت المية. قال لي: هو انا ميت؟ جمدت مكاني الصراحة، حسيت بقلبي بيدق بسرعة.
كان مهزوز أشبه بحد بيهمس وسط صدى بعيد. قلت له حضرتك بتتكلم بجد يا فندم؟ ده رقم خدمة عملاء. سمعت نفس الصوت تاني، بس الصوت المرة دي كان أقرب شوية. قال لي أنا كنت هنا، كنت معاك، بس دلوقتي الدنيا ضلمة، مش عارف أخرج. بعدين الخط قطع. قمت من على الكرسي بسرعة، مش عارف أتصرف إزاي. قلت يمكن حد من صحابي بيهزر معايا. لأ أكيد لأ. طب إزاي أتغير الرقم؟ لكن قبل حتى ما أكمل تفكير التليفون رن تاني، نفس الرقم. إيدي كانت بتترعش. التليفون بيرن بنفس الرقم للمرة التانية. المكتب كله فاضي، كله ساكت، إن الزمن وقف. معرفش ليه. رديت على المكالمة. قبل حتى ما اتكلم سمعت نفس الصوت، المرة دي كان أقرب، بيقول لي مروان، أنت شايفني؟ أنا جسمي اتشنج في ساعتها. حسيت بجسمي كله تلج. هو ازاي أعرف اسمي؟ أنا ما قلتلوش حتى أنا اسمي إيه. بصيت حواليا، قلت يمكن حد معايا في المكتب. لقيت المكتب كله فاضي، كله خلص شغله ومشى، ومفيش غير أنا لوحدي في المكان. بلعت ريقي، قلت له بصوت متقطع أنت مين؟ أنت مين وعايز إيه؟ الدنيا سكتت لحظة. بعدين سمعت صوت نفس حد تقيل ومرعب. فجأة الخط قطع. بقيت سامع صوت جنبي في المكتب، كأنه صدى صوت عمال يقول لي كنت هنا ولسه هنا. الصوت كان ورايا بالظبط. لفيت بسرعة، لكن المكان كان فاضي. فضلت واقف في نص المكتب، مش عارف أعمل إيه أو أكلم مين. ببص على الموبايل، لقيته فاصل شحن. اتسمرت مكاني، التليفون سكت، بس الصوت كان لسه حواليا. حسيت بنفس بارد قريب مني جدا، كأن حد واقف جنبي بيتنفس. وفجأة الماوس على المكتب اتحرك لوحده. بصيت للشاشة، لقيت حاجة أغرب. الشاشة لونها أسود، في النص جملة مكتوبة بلون أحمر: افتح الكاميرا وشوفني. حسيت إن أنا مش قادر آخد نفسي. إزاي الرسالة دي اتفتحت على الجهاز؟ فتحت الكاميرا وأنا إيدي بتترعش. الشاشة كان لونها أبيض في الأول، بعدين بدأت الصورة توضح والدم اتجمد في عروقي. لقيت نفسي قاعد على المكتب، كأني فتحت الكاميرا ليا أنا، بس كان في حد تاني قاعد قدامي. لكن ما كانش نسخة طبيعية، ده نفس شكلي بالظبط، نفس وشي، نفس اللبس، بس عيونه سودا بالكامل. باصص على الكاميرا بيضحك بشكل مرعب. بعدين اتكلم بنفس صوتي وقال لي دلوقتي دورك انت اللي ترد على المكالمات. طول عمرك
فجأة النور طفى. لحد دلوقتي مش عارف ده مين ولا ايه، مش عارف انتوا هتصدقوني ولا لا. مساء الخير. لو انت حاليا بتسمع الريكورد بتاعي فانت في الغالب لقيت الموبايل. اعرفك بنفسي، انا كريم. انا عندي 36 سنة وشغال مندوب مبيعات. سفر الكتير ما بين المحافظات خلاني كل يوم في مكان شكل وكل يوم في محافظة شكل. بس أغرب حاجة حصلت لي لما كنت في سفرية في محافظة، وللأسف اتأخرت ورجعت وبدور على فندق عشان أبات فيه. قررت أبات في الفندق على الطريق السريع عشان تاني يوم الصبح على طول أتوكل على الله وأرجع شغل تاني. لقيت فندق على الطريق، يعني شكله شيك مش وحش. أنا بس مكنتش محتاج منه أي حاجة غير إني محتاج سرير أنام عليه بعد يوم عمل حقيقي شاق. دخلت الاستقبال، طلبت أوضة عادية. الموظف العجوز اللي ورا الكاونتر بصلي بنظرة غريبة، قال لي بص، أنا مفيش عندي أوض بس في أوضة واحدة فاضية. قال لي بس لو حصل أي حاجة غريبة ما تفتحش الباب. ضحكت وقلت له حاجة غريبة تقصد إيه يعني؟ ما ردش عليا بس سلمني المفتاح. سلمني المفتاح وإيده بتترعش. تجاهلت الموضوع، قلت راجل كبير طبيعي ايدي بتترعش. طلعت الأوضة. صراحة كنت مرهق وعايز أنام بأي شكل. بالمناسبة الأوضة دي رقمها 313. لكن أول ما دخلت حسيت كأن الأوضة بقالها تقريبا سنين محدش جه جنبها. مش هقول لكم مش نظيفة، لا عادية، بس قديمة، قديمة جدا. يعني كان في التلفزيون اللي فيها التلفزيون الخشب. لا، أوضة قديمة، واضح عليها إن هي أوضة قديمة. قعدت على السرير بعد ما غيرت هدومي، خلاص ماسك الموبايل بقلب هادي وقلت هنام. طفيت النور، لكن قبل ما اغمض عيني لمحت حاجة غريبة. المراية اللي قدام السرير كانت بتعكس شكل الأوضة بشكل طبيعي جدا، بس ما كنتش شايف انعكاسي فيها. قلبي وقع في رجلي. ازاي المراية تعكس الأوضة بس ما تعكسش صورتي أنا؟ قمت بسرعة ووقفت قدام المراية، حركت ايدي بس مفيش حاجة. كأن المراية مش بتعكس وجودي خالص، رغم انها بتعكس كل حاجة حواليا. بدأت أحس إن نفسي بيضيق، كأن الجو في الأوضة بقى برد جدا. حسيت بنفس حد واقف جنبي، وفجأة المراية اتهزت. مش بس كده، انعكاس الأوضة اللي فيها اتغير. شفت سرير قديم، سرير قديم جدا، وفي حد قاعد على السرير. حد ما كانش في الأوضة معايا أصلا. كان راجل لابس بدلة سودة، بس وشه كان غامق، غامق بشكل مرعب كأنه محروق. أنا اتجمدت مكاني، معرفتش أتحرك، معرفتش حتى أتنفس.
الكارثة إن الراجل اللي في المراية بدأ يبتسم. وقفت مش قادر أتحرك من مكاني. الراجل ابتسم ابتسامة مرعبة، مش ابتسامة طبيعية، لدرجة إن بقه نفسه حسيته بيتقطع من مكانه. حاولت أرجع لورا لكن فجأة النور قطع. كل اللي أنا سامعه هو صوت أنفاسي، وفجأة حاجة باردة لمست كتفي. جريت ناحية الباب، حاولت أفتحه، الباب مقفول. بدأت أخبط عليه بجنون، صرخت: افتحوا الباب، في حد هنا معايا. لكن مفيش أي رد. كأن الفندق مفيهوش حد غيري. فجأة المراية نورت لوحدها وبدأت تتحرك كأنها مش مراية، كأنها باب بيتفتح من الضلمة اللي جواها. الراجل خرج، كان طالع منها بشكل مش طبيعي، طويل أكتر من اللازم، حركته بطيئة. كان بيبصلي وعينيه سودة بالكامل، بيضحك نفس الضحكة المرعبة. لقيته مرة واحدة وقف وقال لي: أنا كنت مستنيك يا كريم. أنا مش قادر أتنفس. أعرف اسمي إزاي؟ قلت له: أنت عايز مني إيه؟ مردش. بدأ يرفع إيديه ناحيتي وشاور عليا. مرة واحدة حسيت كأن الأرض بلعتني. فجأة لقيتني كأني بغرق جوا ثقب أسود. حاولت أمسك بأي حاجة لكن مفيش حاجة أمسكها، كأني بمسك الهوا. وفجأة لقيت نفسي واقف في نفس الأوضة، بس لأ، مش نفس الأوضة اللي كنت واقف فيها، دي أوضة مختلفة. الحيطان مشققة، السرير مقلوب، المراية ما كانتش بتعكس صورة الأوضة، بتعكس حياتي أنا. شفت نفسي وأنا طفل، شفت بيتنا القديم، شفت حاجات نسيتها من زمان، شفت اليوم اللي دخلت فيه الفندق ده. فجأة ظهرت جملة على المراية مكتوبة بالدم: محدش خرج من 313. يعني ايه؟ يعني انا محبوس؟ بصيت حواليا، الأوضة كانت حيطانها بتضيق، بتقرب مني وكأنها بتبلعني. فجأة سمعت صوت جاي من بره الباب، حد بيتحرك في الطرق. صرخت، قلت له: أنا هنا، حد يفتح لي. لكن الصوت ما كانش طبيعي، الخطوات كانت تقيلة وبطيئة. وفجأة الباب اتفتح. كانت الكارثة إنه نفس الراجل أبو بدلة واقف وبيقول لي: محدش خرج من 313، بس ممكن حد ياخد مكانك. فجأة حسيت هوا شديد، هوا بارد. ما قدرتش ألف من مكاني، كنت متجمد مكاني. والراجل اللي عند الباب لسه مبتسم ابتسامة مرعبة. لقيته بيقول لي تاني: لازم حد ياخد مكانك يا كريم. كلام كان في دماغي عمال كأنه صدى صوت. حاولت أفكر،
مش فاهم قصدك ايه؟ مين ممكن ياخد مكاني؟ وفجأة كل حاجة حواليا سكتت. الباب اختفى، الحيطان لونها بقى اسود، المراية لوحدها رجعت زي ما كانت. بس المرة دي شفت نفسي جوه المراية. بس أنا شايف نفسي جوه المراية، بس مش عارف ألمس المراية. أنا فعليا جوه المراية، أنا اتحبست جوه المراية. وفجأة سمعت صوت خطوات بره. حد جديد دخل الفندق، حد جديد دخل 313. النهاردة معانا سي دي جديد من مجموعة السيديهات اللي موجودة. السي دي مكتوب عليه ندى. فتحت السي دي ولقيت قصة، قولولي رأيكم فيها. بنبدأ مع ندى اللي بتقول: أنا اسمي ندى، عمري 24 سنة. من فترة قريبة بعد وفاة جدتي اتصلت بيا وقالت لي بما إني قاعدة لوحدي ما تيجي تقعدي معايا، كده كده انت خلصت امتحانات ومفيش وراكي حاجة. رحت. طبعا كلكم عارفين بيت العيلة والدفى بتاع بيت العيلة، بس كان دايما جدتي عندها عادات وتقاليد بتاعت زمان، زي ما تلبسيش شراب وانت نايمة، بلاش صفير بالليل. لكن دايما كان عندها عادة أو نصيحة تقولها لي دايما: اوعي تبصي في المراية الكبيرة اللي في أوضة جدك بعد الساعة 3 الفجر. ما اكدبش عليكم، كنت بسخر من الكلام، يعني ما كانش بالنسبة لي كلام حقيقي. المهم عدى أول يوم، مفيش أي مشكلة والحياة لذيذة. لحد تاني يوم الساعة كانت بالظبط 3 إلا 5، وأنا كنت قاعدة في الأوضة اتفرج على صور قديمة للعيلة. لقيت صورة غريبة جدا لفتت انتباهي. صورة جدتي وهي واقفة قدام نفس المراية اللي حذرتني منها. بس المفاجأة إن انعكاسها كان مختلف تماما عن اللي في الصورة. يعني جدتي كانت في الصورة بتبص على المراية، لكن الانعكاس كان بيبص على الكاميرا وبيضحك. مكتبش عليكم، أنا خفت، بس في عقلي قلت أكيد مجرد صدفة. الساعة بقت 3 بالظبط. فجأة حسيت ببرودة في الجو شديدة جدا، مع إننا كنا في الصيف. حسيت كأن المكان كله مفيهوش ذرة أكسجين واحدة. بصيت ناحية المراية وأنا حاسة إحساس مش طبيعي، خوف على رعب، كأني هموت في نفس اللحظة. ببص على المراية لقيت انعكاسي كان واقف، مع إن أنا كنت قاعد على السرير. قمت بسرعة وأنا مرعوبة، بس المفاجأة إن انعكاسي فضل ثابت في المراية واتحرك ناحيتي. حاولت أصرخ بس الصوت مطلعش. الانعكاس مد إيده برا المراية ولمس إيدي
ومرة واحدة الدنيا اسودت. فتحت عيني ببطء، حسيت بجسمي متجمد كأن حد رابطني في مكاني. كنت جوه الأوضة بس كل حاجة كانت غريبة. لون الحيطان أغمق، العفش شكله قديم ومتآكل. قمت بصعوبة، بصيت حواليا لقيت نفسي واقفة قدام المراية، بس الكارثة كانت في اللي شفته جواها. أنا ما كنتش موجودة في الانعكاس، المراية كانت فاضية كأنها باب لمكان تاني خالص. فجأة لمحت حركة حد كان بيظهر بالتدريج. دي أنا. لا، دي مش أنا، دي بنت كانت شبهي تماما، نفس وشي، نفس هدومي، لكن عينيها كانت سودة بالكامل. ابتسامتها مخيفة وواسعة بطريقة مش طبيعية. رفعت ايدي بحذر واتفاجئت ان انعكاسي ما اتحركش، كأني ثابتة. فجأة طلعت ايدين من جوه المراية ومسكت دراعي. حسيت ان روحي بتتسحب. حاولت اصرخ لكن الصوت ما طلعش. حسيت بجسمي بيتسحب لجوه المراية. كنت بحاول اقاوم بس مفيش فايدة. وقبل ما اخش بشكل كامل جوه المراية سمعت صوت خبط قوي جدا على باب الأوضة. ندى، افتحي الباب، افتحي الباب يا ندى. وده كان صوت ماما. اليدين سابتني والمراية اتشقت كأنها إزاز بيتكسر ووقعت على الأرض. وأنا بتنفس بسرعة قلبي كان هيقف. الباب اتفتح بعنف. ماما دخلت وهي مرعوبة، بصت ناحيتي وبعدين ناحية المراية اللي بقت طبيعية تماما ولا كأن كان في أي حاجة. ماما قالت لي انت بخير؟ كنت بتصرخي، مالك في ايه؟ ببص على المراية لقيت انعكاسي عادي جدا ولا كأن كان في أي حاجة. لكن لاحظت إن انعكاسي كان مبتسم ابتسامة زي ابتسامة البنت بالظبط. فضلت قاعد على الأرض وأنا بتنفس بسرعة شديدة. دماغي مش مستوعبة اللي حصل. ماما كانت واقفة قدامي بس كانت حاسة إن في حاجة غريبة، إن في حاجة مش مظبوطة. سألتني انت كويسة؟ كان صوتها قلقان بس في نفس الوقت كان في حاجة مش طبيعية. حسيت بخوف. بس لاحظت حاجة غريبة. انعكاس ماما مش بيتحرك. قلبي وقع. رفعت عيني وببص لماما الحقيقية اللي واقفة قدامي، بس قبل ما اتكلم مسكت ايدي بقوة مش بشرية وقالت لي انت لازم تاخدي مكاني. صوتها كان عميق وغريب كأنه صوت حد تاني. حاولت أصرخ لكن مفيش صوت طلع. المراية بدأت تتهز والإزاز اتشقق للمرة التانية. حسيت بإيدين مرة تانية طالعة تاخدني وتشدني جوه المراية. كنت بحاول أقاوم بس حسيت بجسمي بيتسحب أكتر وأكتر. في اللحظة الأخيرة سمعت صوت جدتي بتقولي اقفي بسرعة، اي سورة من القرآن. قريت سورة الفاتحة. بسرعة بدأت أحس إن الدنيا كأنها هتنفجر. كل ما أقول آية كأن الإيدين بتضعف والضوء في الأوضة بدأ يزيد. فجأة حسيت بإيد ماما فعلا هي اللي بتمسكني بقوة وبتشدني بعيد عن المراية. المراية اتكسرت فجأة والإزاز بدأ يطير في كل مكان.
صوت صرخة ملا الأوضة وضحك هستيري. وبعدها كل حاجة بقت هادية تمام. فضلت أنا وماما قاعدين على الأرض بنتنفس بصعوبة. بصيت ناحية المراية كانت فاضية، بس حسيت إن في حد لسه بيراقبني من جوه. قمت وأنا جسمي بيترعش. خرجنا بسرعة، وقبل ما أقفل باب الأوضة لمحت انعكاسي في المراية المكسورة. كان بيبصلي